السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة كده ببلاش وبنحتاجها كلنا، وخصوصا شهر رمضان الكريم على الابواب، وبنحتاجها في كتير من الحاجات، الحلويات والبسكوتات والكلام ده. ان شاء الله النهارده هنعمل الكيس الحلواني. قبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. اول حاجه هنعملها، هتجيبي كيس، اي كيس عندك، كلنا عندنا الكيس دي، كيس الهدايا او لما تشتري اي حاجه الكيس دي عندنا كلنا، وفي اغلب الاحيان بتترمى وملهاش اي لازمه، عندنا كركبه على الفاضي. ليه ما نستفدش منها في حاجه بنشتريها بالفلوس وبنشتريها بمبالغ كويسه؟ حتى وان كان كيسه يعني عدت 10 جنيه او ب10 جنيه، برضو حاجه هنعملها ببلاش وهتبقى متوفره عندنا، بدل ما ندور عليها من اي حته او تضيع علينا وقت وخلاص. هنجيب الكيسه زي ما حضرتك شفتي كده بالظبط، وهنقص الحته اللي فوق بتاعه الايد، وهنقص الحته اللي تحت خالص، وبعدين هتقسمي الكيسه بالنص زي ما قسمتها انا كده قدامك بالظبط. وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. كده الكيسه بتبقى بالشكل ده، وادي الكيسه التانية اهي بالشكل ده. يبقى احنا قصينا الحته اللي فوق بتاعه الايد، وقصينا الحته اللي من تحت خالص اللي هي قافله الكيسه. كده جانا مثلثين. هنفرش بقى فرشه عشان خاطر احنا هنحتاج المكوه. هتقسميها كده الاول ونشيلها، نسويها من فوق، ما تبقاش حته كبيره يعني، ما تبقاش طالعه الفاضي. هنسويها لان الكيسه الحلواني متسويه من فوق. هنعمل بالشكل ده. كده عندنا زي قرطاس. هتجيبي بقى ورق، اي ورقه عندك، هنقصها 2، وكمان ممكن تقصيها يعني دي كده واسعه كمان يعني كبيره قوي، ممكن الواحده تقصيها على 2 كمان. كده الحته المفتوحه هنجيبها ونسدها. تسديها ازاي؟ هنحطها ما بين ورقتين كده اهوت، وهنمشي عليها بالمكوه كويس جدا. هتسويها وتحطيها وتدخليها جوه الورقه حلو زي ما انت شايفه كده اهوت، وبعدين هنمشي عليها بالمكوه بشويش كده اهوت على الحرف لغايه لما نلحم البلاستيك في بعضه. والحته اللي فوق دي هتتقص اساسا، بس انا برضو جبت لها حته ورقه ولزقتها برضك. بصي الورقه لزقت ازاي. كده تمام، لزقت اهي. جبت حته ورقه صغيره عشان الزق الحته اللي فوق، مع اني قصيتها بعديها، بس يعني لزقتها. سهل جدا وبسيط، وهتستخدميه في كل الحلويات اللي هتعمليها ان شاء الله في الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم بألف خير وعادة عليكم إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. لو وصلتي معايا لغاية كده ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. كده الورقة اهي هتطلعيها تتقطع مش مشكلة، هي كده لزقت كويس. كده شفتي الكيس لزق، حاجة فخمة صحيح، وكيسة جامدة زي الكيس اللي بنشتروها من بره. هنقصها بقى من تحت، هنفتح فتحة كده اهوت عشان نحط ايوه كده فتحناها. هنحط المحن بقى وهنحاول ندخله ونقص ونوسع زي ما احنا عايزين. اهو كل ما تلاقيه ضيق وسعي سنه وسعي سنه وحطيه.
والحته زياده التخينه دي هنقصها. خلي بالك عشان ما تقصيش اللازق ويتفتح منك الكيس. تمام كده. ادي اول قرطاس عملناه من نص كيس. هعمل لك النوع النص التاني، هعمله لك برده قدامك عشان لو مش واخده بالك من الاولاني تاخدي بالك من التاني. هنوريهولك ازاي. بصي ما بيتفتحش ازاي، جميل قوي والله تحفه. وهنوريهولك ان شاء الله، وهنمشي معاكي خطوه خطوه عشان تشوفيها. بعد ما خدنا الكيسه طبقناها بالشكل ده، وهنقص الحته الزياده اللي فوق عشان ما يبقاش طويل على الفاضي. هنحط الحته المفتوحه ما بين ورقتين، ونظبطها كده اهوت، وبعدين نمشي عليها بالمكوى. وهنحط المحقن وهنوسع له فتحه وخلاص. خلص القرطاس على كده، قرطاس الحلواني عملنا حاجه ببلاش. ممكن بقى تعملي بالكياس الرفيعه التانية، الكياس الصغننه بتاعه تزيين الحلويات اللي هي صغيره. ممكن تعمليها من الكياس العاديه بتاعتنا، بتاعت اللي بتجيبي فيها الخضار من السوق والكلام ده. هتشتري كيسه عادي، لو عايزاها يعني طبعا نضيفه وعايزينها نضيفه وكويسه، هتشتري اكياس عادي وهتعمليها برده كده اللي هي صغيره بتاعه التزيين. دي للبسكوتات للبيتيفور هتبقى حلوه قوي. دي اللي انا بعملها دلوقتي. التانية للتزيين، الخفيفه بتبقى للتزيين. لو وصلتي بقى معايا لغايه كده، يا رب يكون عجبك الفيديو واستفدتي ولو حتى بحاجه بسيطه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. كده جبنا كيسه تانية وعملناها برضو كده. عملنا 4 اكياس حلواني من كيستين اللي احنا بنجيب فيها الهدايا، الملابس، الاحذيه، اي حاجه، واستفدنا بيها. يا رب انت كمان تكوني استفدتي ولو بحاجه بسيطه. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.